عرفتي ديك اللحظه ملي كتكون مريح مع شي واحد وكيبدا يعاود لك بكل فخر انه فين ما تيبدا يسمع الشعبي كيبدا يحس بشي حاجه في شي شكل اللي كتخليه يبدا يشطح بالهواه. وانت كشخص اللي ملي كتمشي لشي عرس كتلبد في بلاصه حتى كيحطوا لك العشاء ما كتفهمش ليه كيفاش كاين في هذا النوع ديال البشر، الا انه بصح وقعوا حوادث الناس اللي جاتهم الحاله ديال الشطيح وما حبسوا حتى ماتوا. اليوم غادي ندويو على رقصات الموت، حوادث غريبه اللي وقعت في اوروبا ديال العصور الوسطى، قصص ناس اللي بدات كتشطح كانت هذيك هي اخر حاجه داروها في حياتهم. والى يومنا هذا حتى حد ما قدر يعرف السبب الحقيقي اللي خلاهم يديروا في حال هكاك. من بين اشهر رقصات الموت في التاريخ البشري هي اللي بدات في مدينه ستراسبورغ في فرنسا. فاز سخوني 11/7 ديال سنه 1518. كلشي بدا ملي خرجت للزنقه واحد المراه اللي كيقولوا باللي سميتها فراو تروفي، هي كانت المانيه الاصل. هاد السيده بدات كتشطح ومن تما ما حبساتش، واخا كطيح مغمى عليها بالعيا كتنوض بحال ما طرا والو كتكمل الشطيح ديالها عادي. انت ولا انت في هذا الوقت الا كنتي غادي في الزنقه وبالك شي واحد كيشطح بوحدو، انا متاكد بلي اول حاجه غادي ديرها هي تقطع الجلاخ ديال الشنطه وتكمل طريقك عادي. على حساب القاعده الاولى ديال مورفي كتقول لنا ان الا كانت الامكانيه ديال ان شي حاجه خايبه توقع فراه ولا بد غادي توقع نيت ديال بصح. هنا تقدر تسولني وتقول لي اشنو هي الحاجه الخايبه اللي تقدر تجيني من واحد اللي خالق السعاده مع راساته. هنا عاوتاني غادي نذكروا القاعده الثالثه ديال مورفي اللي كتقول لنا انه ما عمرك ما تقدر تحسن راسك ضد الاغبياء، حيت دائما الغباء ديالهم تيكون مبدع. يمكن الحاجه الخايبه هي انك تدوز من حداه وما تجي فين تفوت وتعطي بقرفاتك حتى يسمك معاك، وملي ترجع للدار عاوتاني تلقى الفيديو ديال ديك التصرفيقه مليوح في الانترنت. المهم انا اللي عليا درت وعلمتك. هادشي بطبيعه الحال في وقتنا دابا، غير وكان في سنه 1518 ما جات فين دور السيمانه حتى تباعها في الشطيح اكثر من 30 شخص اخر، وبقاو الاعداد كيتزادوا حتى وصلت 400 ضحيه كتشطح بزز منها في شهر 8. دابا انا بغيتك تخيل معايا الجو اللي كانوا عايشين دوك الناس والحاله المزريه اللي كانوا فيها. كانوا كيبانوا مرفوعين بحال كاينين في عالم اخر، كيغوتوا على مضى بجهدهم وكيبكيو بكل حرقه، حوايجهم لاصقين على لحمهم كثره العرق ورجليهم حمرين بالدم. ملي كتشوف داك المنظر كتعرف ان داك الشطيح ماشي ديال شي واحد اللي عاجبو الحال، كانوا كيبقاو يشطحوا حتى كيطيحوا ميتين سوا بقوه العيا اولا كيسكت لهم القلب. وعلى حساب بعض الروايات فراه كان كل نهار كتموت 15 ضحيه. مع زياده الضحايا هوس الرقص كمان ضروري على مجلس المدينه انهم يلقاو شي حل في اسرع وقت ممكن. داكشي علاش تجمعوا مع اطباء المدينه وشخصوا الحاله ديال هاد الناس على ان دمهم سخون، والحل الوحيد لهاد الناس اللي كيشطحوا بزز منهم حتى كيموتوا هو يزيدوا يشطحوا يعاودوا يشطحوا يبقاو يشطحوا حتى يبردوا. بطبيعه الحال حل بحال هذا يقدر يبان لك حل عبثي ولا ماشي منطقي، ولكن في ذاك الوقت راه كان واحد التقدم كبير على الطرق التقليديه ديال العلاج في هاد الحالات اللي هي طرد الارواح الشريره او الاكسورسيزم. هاد البلان ديال الدم السخون راه جا من النظريه ديال الاخلاط الاربعه او هيومرال ثيوري اوف جايلن اللي كتقول لنا ان الذات البشريه مكونه من 4 ديال الانواع ديال الاخلاط او ديال السوائل اللي هما الدم، الصفراء، السوداء والبلغم. هاد السوائل ب4 خصهم يكونوا متوازنين في الذات باش يكون الانسان في صحه مزيانه. اي خلل في التوازن ديال واحد من هاد السوائل كيؤدي الامراض. طبيعه الحال هاد النظريه هي لا باز ديال الحجامه اللي كنعرفوا حنا. المهم دابا نرجعوا للقصه ديالنا. مجلس مدينه ستراسبورغ ملي سمعوا الحل ديال الاطباء ما كانوش في الصراحه من العاجزين، ناضوا بناو المصابين مسرح كبير وسط المدينه، كراو لهم فرقه موسيقيه وراقصين محترفين باش يحفزوهم على الشطيح ويبردوا غديدهم نيت ديال بصح. ولكن مع الاسف تعميم الرقص وسط المدينه ما زاد غير ازم الوضعيه. الناس ولات اكثر عرضه انها تشوف داك المنظر وتنوض حتى هي تشطح وتتعادى بهوس الرقص. قدام هذه الروينه كامله مع الاسف ما بقى للمدينه غير الحل الوحيد هو انها تمنع الرقص والعزف على الالات الايقاعيه بمره. ولكن واخا هكاك حتى حاجه ما تبدلات. هذه بطبيعه الحال حاجه متوقعه الا كنتي داير في بالك ان هاد الناس ما كانش كتشطح حيت عزيز عليها الشطيح والنشاط، ولكن حيت شي حاجه كانت فرض عليهم. بالرغم من كاع المحاولات الا ان طاعون الرقص في ستراسبورغ ما حبس حتى الاخر ديال شهر 9 وكان من اواخر اوبئات الرقص اللي وقعوا في اوروبا. الناس اللي ماتوا هما كيشطحوا راه ماشي شي حاجه اللي سهله، بالخصوص الا كان داكشي بزز منك. السؤال اللي كيطرحوا اي واحد في هذه اللحظه هو اشنو اللي خلاهم يديروا بحال هكاك وكيفاش حتى وقفات هذه الاوبئه. وانا كنقرا في هذه القصه في كتاب ديال جون والر The Dancing Plague The Strange True Story of an Extraordinary Illness طاح لي في راسي واحد السؤال اللي في شي شكل واللي ربما حتى نتوما كتسولوه. خليني من اشنو السبب اللي خلى هاد الناس تشطح بزز منها، ولكن اشنو الشطيح اللي كانوا كيديروا في ديك الوقت. الا جيتي تفكر شي شويه كتلقى ان الكونسيبت ديال الشطيح الا حيدنا علاقته بالموسيقى هو بحد ذاته غريب شويه. واحد اللي كيشطح بالموسيقى كيبان بحال كيدير شي حركات اللي في شي شكل حركات والتواءات ديال الجسم اللي تقدر تكون كاع اعراض ديال امراض نفسيه ولا عضويه.
الجواب على هذا السؤال غادي يدينا الحالات اللي قراب بزاف داكشي اللي وقع في ستراسبورغ واللي كانوا كيوقعوا في الجزء الجنوبي ديال الطاليان في القرون ما بين 14 حتى 17. هاد الظاهره كتسمى بالتارانتيزمو، فين الناس كانت كتجيهم الحاله على تنقاز تركال وشطيح اعتقادا منهم انهم قرصهم عنكبوت ديب اللي كيسموهما بالتارانتولا، ماشي التارانتولا اللي كنعرفوا حنا، ولكن تسمى هاد النوع ديال العناكب وظاهره التارانتيزمو في حال هكا على اسم مدينه طارانتو اللي كيوقع فيها هاد الشيء. هاد الحالات ديال هاد الناس كانوا كيبداو ملي كيسخن الحال، وبالخصوص في وقت الاحتفالات ديال القديسين بيتر وبول نهار 29 جوان في كنيسه القديس بول في واحد المدينه اللي سميتها غالاتينا. هاد الناس ما كانوا كيرتاحوا حتى كيعزفوا لهم واحد الريتم معين ديال الموسيقى باستعمال الطبل والكمانجه باش يخلوهم يشطحوا مزيان بعد مرات لساعات طويله حتى يخرج السم اللي فيهم مع العرق. هاد النوع ديال الموسيقى والشطيح مازال حتى دابا في التراث ديال هاد المدن وكيتسمى تارانتيلا اولا بيتزيكا تارانتاتا. بيتزيكا هنا كتعني هي القرصه. المهم غادي نخلي لكم في صندوق الوصف روابط ديال هاد الرقصات وحتى واحد الوثائقي باللغه الايطاليه كيوريك هاد الطقوس، كيبين لك كيفاش واحد المجموعه ديال الناس جارين واحد المراه لواحد الساحه كبيره والناس مجموعين، واحد المنظر اللي كريبي بزاف الصراحه. بفضل الاشخاص اللي ما نقدروا نقولوا عليهم الا انهم شجعان حيت خلاو هاد العنكبوت يقرصهم، لقاو ان الاعراض الوحيده ديال هاد القرصه هي الانتفاخ والاحمرار ديال البلاصه اللي تقرصتي فيها. وهذا الشيء اللي كيوصلنا دابا للسؤال اللي دار عليه الحلقه ديال اليوم واللي هو اشنو اللي خلى هاد الناس تشطح بزز منها؟ ياك ما زعما يكونوا جنون؟ في الحادثه اللي وقعت في مدينه ستراسبورغ نقدروا نلقاو الجواب على سؤالنا اذا ضربنا طليله على النظريات اللي حاولت تشرح السبب، غير لو كان خاصك دير في بالك انه ماشي دائما الارتباط كيعني السببيه. اول نظريه كتقول لنا ان ربما هاد الناس كلاو خبز مصيب من دقيق اللي فيه واحد النوع ديال الفطريات اللي كيتسمى بالارغو. هاد الفطريات كتطلق واحد الماده اللي سميتها الارغوتامين اللي كتسبب هلوسات وتشنجات للناس اللي كياكلوها. الا جيت تشوف البلايص اللي بدا فيهم هاد الهوس كتلقى ان كاينين شي وحدين اللي قراب من نهر الراين اللي كان مولف انه يفيض بزاف في ديك الوقت، وحتى الاجواء الممطره كتخلق جو مثالي اللي شبعان رطوبه لنمو هاد الفطريات. انا في الصراحه كاع ما قنعتني هاد النظريه، بالخصوص انه كاين فرق كبير ما بين الشهادات ديال الناس اللي حضروا اللي كيقولوا ان هاد الضحايا كانوا بالفعل كيشطحوا وما بين تشنجات وهلاويس. زيد على هاد الشيء انه كاين حالات ديال ناس ومناطق اللي كاع ما كياكلوا هاد النوع ديال الدقيق ومع ذلك جاهم الهوس. دابا غادي ندوزو للنظريه الثانيه اللي كتقول ان هاد الضحايا كانوا مسكونين او ملعونين. الطريقه اللي كانوا كيوصفوا بها الحالات ديال هاد الناس على انهم عايشين مرفوعين فحال في شي عالم اخر تقدر تعطي شويه ديال المصداقيه لهاد النظريه. كيف ما قلت في البدايه داكشي اللي وقع في ستراسبورغ ما كانش الاول من نوعه. هاد الوباء ديال الرقص كان فايت وصل المانيا في سنه 1374، فرنسا، ايطاليا، لوكسمبورغ، هولندا، الانجليز، وكان عنده واحد الاسم اخر كيتسمى رقصه القديس فيتس. هاد السيد كان معروف عليه انه كيعالج الناس اللي مرض بالصرع. كلمه كيعالج هنا خذها مني فحال كتسمعها بشي واحد عايش في القرن 13، يعني زيد في خرات. ولكن كان ايضا كيعاقب الناس اللي غالب عليهم بسبب ذنوبهم الكثيره بانه كينزع عليهم لعنه الشطح اللي كتخليهم يشطحوا بزز منهم. واللي زاد رسخ هذا الاعتقاد اكثر هو ان اغلبيه هاد الحالات الرقص فحال مثلا الحالات اللي وقعوا في ستراسبورغ ما حبسوا حتى داوهم للمعبد ديالو وخلاهم تما يصليوا ويستغفروا حتى في الاخير رجعوا لطبيعتهم. اجي دابا نحلوا هاد النظريه واحد شويه. بالنسبه للشخص عايش في ظروف مزريه ديال القرون الوسطى وبالخصوص ستراسبورغ ديال سنه 1518 فين كان يلاه فاض نهر الراين، الناس راه خسروا المحاصيل ديالهم. عاد زيد على داكشي الانتشار ديال الامراض المعديه بحال الحصبه والزهري، المجاعه والفقر، خلى الناس ديك الوقت تامن باللي هادشي كيوقع لها بسبب الذنوب ديالها. حتى قبل ما يوقع هادشي في ستراسبورغ كان دائما داك الاعتقاد ديال ان الشطيح مرتبط مع الشيطان. اي واحد عز عليه يشطح او بدا كيشطح فراه ما عليه الا يتسنى تنزل عليه اللعنه. هادشي اللي خلى اي واحد كيحس بالذنب اولا بتانيب الضمير يبدا يتيق ان القديس فيتاس كاعي عليه، وملي كيتفكر العقاب ديالو كيبدا يشطح غير راسو، اولا كيتيق انه ساكنو شي جن اللي كيتحكم فيه باش يدير الحوايج والذنوب الخايبه. باش نفهموا هاد الحاله النفسيه اكثر غادي ندويو على واحد الحادثه غريبه وقعت في فرنسا نيت، ولكن في دور العباده ديال الراهبات. واحد النهاريات هما مريحات وحده فيهم بدات كدير الصوت ديال المشه، بدات كتمياوي، وبشويه بشويه تبعوها كاع الراهبات اللي كانوا معاها في ديك الدار. السؤال اللي تقدر تسولوه هنا هو علاش صوت المشه؟ تقليد الراهبات للصوت المشاش هو دليل اولا واحد الطريقه للتعبير على انهم بصح مسكونين، حيت في الاعتقاد ديالهم المشاش وبالخصوص الكحلين هما حيوانات اللي مرتبطه بالسحر والشعوذه، كيتعتبروا من الحيوانات اللي كيتسيفوا على شكلهم الارواح الشريره، داكشي اللي كيتسمى بلي فاميليي. هذا الشيء تقدر نوعا ما تفهموا الا عرفتي الجو اللي كانوا عايشين الراهبات في ذاك الوقت. بزاف اللي كانوا كيصيفطوهم والديهم بزز منهم، كيفرضوا عليهم عهود ديال العفه، يعني ما خصهمش يتزوجوا، وعازد الروتين الصارم ديال العبادات.
عايشين في الفقر، كينعسوا بلا مساند، كياكلوا ماكله اللي باسله. هادشي كامل كطريقه باش يتعلموا الزهد في الحياه، واي وحده ما كتلتزمش بهادشي سواء كتحبس او لا كتجلد. ولكن كأي انسان الطبيعه البشريه ديالو كتخليه يبغي شي حوايج، يبغي يكون بحال الناس الاخرين. هاد الرغبات ملي كتصطدم مع الندم والخوف من العقاب والعذاب ديال الاخره كتخلي الراغبات يفكروا او يامنوا ان هاد الرغبات ديالهم راه ماشي ديالهم في الحقيقه، ولكن ديال الشيطان اللي ساكنهم، هو اللي كيتحكم في الرغبات والافكار ديالهم. داكشي علاش كتلقى انه من بين الاعراض ديال الاستحواذ الشيطاني هو تخسر الهضره، الحركات والايحاءات الجنسيه. وهذا الشيء كيزيد يتامبليفي اكثر بالاعتقاد اللي كيتربوا عليه الراهبات ان من السهل عليهم يتاثروا بالوساوس ديال الشيطان حيت هما بنات حواء. المهم راكم نتوما عارفين القصه ديال كيفاش جات هذه الفكره بلا ما نعاودوها. وهذا الشيء نيت اللي لخصته عالمة الإنسان إريكا بورغينيو، واللي كتعتبر واحدة من أشهر الشخصيات اللي درست الحضرة والاستحواذات الشيطانية في مختلف الثقافات، ولخصت الفكرة ديالها في ما يسمى ب environment of belief، بيئة الإيمان. بورغينيو كتقول أن الأفكار والمعتقدات اللي كيكبر عليهم واحد الشخص في البيئة ديالو كتوجدو أو كتخلي أكثر عرضة أنه يتيقهم ويوقعوا ليه نيت ديال بصح. إذا عاش الشخص في وقت أو مجتمع اللي كيآمن أنه إلا غضب عليه القديس فيتس غادي يعاقب أنه يخليه يشطح، فراه احساسه الشديد بالذنب غادي يخليه يثق بالفعل انه ملعون، وبالتالي غادي يوصل لواحد الحاله ديال اللاوعي او ديال الانفصال عن الواقع اللي غادي تخليه يشطح بزز منه نيت. نقدروا ندوي في الحلقات الجايه على الاستحواذات او المس الشيطاني واشهر الحالات اللي وقعوا في التاريخ. الا بغيتوا هذا السوجي خليوا لي رايكم في لي كومونتير. المهم هذا الشيء كامل اللي دوينا عليه حتى لدابا كنوصلوا للموضوع الجوهري ديال الحلقه ديالنا واللي هو الهستيريا الجماعيه. هذا الموضوع كيتعتبر هو القلب ديال اشهر النظريات اللي كتشرح حالات هوس الرقص اللي وقعت في اوروبا، واللي كتقول ان اي شخص حطيتيه في ديك الفتره بكاع الظروف والمعتقدات ديالها غادي يولي تحت واحد الضغط متواصل، شبعان ستريس وكاع ما مرتاح نفسيا. هانتوما كتشوفوا غير كيفاش داز عام 2020 مع كورونا، وهذا الشيء غير عندنا باش نتلاهاو. ملي ما كيكونش واحد الاستقرار نفسي كتبات بان في الانسان تصرفات اللي ماشي عقلانيه. هذا الشيء اللي يقدر يخلق ما يسمى بالهستيريا الجماعيه او لا ماس هيستيريا، اللي واحد ظاهره نفسيه اجتماعيه فين كتبدا تنتشر عند مجموعه ديال الناس تصرفات ولا اعراض غريبه اللي ما عندها حتى شي سبب عضوي، ولكن كتكون بسبب خلل ولا ضغط نفسي بحال الخوف الشديد او التوتر. وهذا الشيء اللي دويت عليه في الفيديو ديال علاش كنحسوا بالخوف. كتعرف هذه الهستيريا الجماعيه بواحد المجموعه ديال الخصائص. الاعراض كيف ما قلت في الاول ما كيكونش عندهم واحد السبب عضوي، بالخف كيبداو في واحد المجموعه ديال الناس كيكونوا حالات اللي حميده، دونك بالخف كيصحوا. هذه المجموعه ديال الناس كيكونوا شبعانين ستريس، وفي الغالب كيكونوا بنات. والاعراض كيبداو عند الناس الكبار ومن بعد كيدوزوا للصغار في السن. وكيكون الانتشار ديال هذه الاعراض سواء عن طريق الشوفان كيف ما شفنا في الحالات ديال مدينه ستراسبورغ، اولا كيسمعوا شي هضره في حال الاخبار او الاشاعات، اولا كيشموا شي ريحه. نعطيو مثال بمره اللي مريحه في الخدمه ديالها شويه حتى كتبات تشم شي ريحه اللي في شي شكل، هنا كتبات تيق انه ديك الريحه اللي كتشم هي ديال شي تسرب غسام، وبشويه بشويه كيبداو يبانوا عليها اعراض مرضيه بحال مثلا كيدارها راسها، تقدر كاع طيح تسخف. ملي شي ناس دايرين بها كيشوفوا ديك الحاله حتى هما كيبداو يحسوا بنفس الاعراض، واخا في الحقيقه البلاصه ما فيها حتى شي غسام. البحث في الحاله النفسيه ديال المراه وكاع الناس اللي حسوا بهذه الاعراض طبيعه الحال من وراء التاكد بالتحاليل الطبيه انه ما كاين حتى شي سبب عضوي يقدر يوصلنا لانه هذه المراه هي المعيله الوحيده ديال عائلتها. ايوا تخيل معايا الحجم ديال المسؤوليه والستريس اللي غادي تكون عايشه. هنا كتلاحظ ان الناس اللي تاقت بالفعل بالفكره ديال الغسام هي الوحيده اللي بانت عليها الاعراض المرضيه، اما الناس اللي كانت كاع مسوقه موقع عليها والو. يعني داك الشيء كان غير مرض جماعي اللي عنده سبب نفسي، حيت كون كان بصح بسبب غسام او بسبب شي فيروس كلشي كان غادي يبان عليه الاعراض سواء كان كيتيق او لا. اللي خاصك دير في بالك هو ان هاد الظاهره النفسيه كتجي من مورا ما كيتاكدوا انه ما كاين حتى شي سبب عضوي. وكان اكد على القضيه مزيان حيت مثلا في سنه 1990 واحد المجموعه ديال البنات بداو كيسخفوا في واحد المدرسه في مدينه لندن. الا سمعتي هاد الهضره كامله اللي قلت في البدايه على الهستيريا الجماعيه تقدر تقول انه غير ضغط نفسي بسبب القرايه ولا الامتحانات، غير وكان ملي داوهم للسبيطار لقاوهم كلاو خضره مازال فيها المبيدات الحشريه، يعني ما مغسولاش مزيان. بسبب هذا الشرط بالضبط كيولي الاكتشاف ديال هذا المرض النفسي كياخذ بزاف ديال الوقت والموارد، حيت شحال خاصك دير ديال التحاليل الطبيه باش تنفي الوجود ديال سبب عضوي لهاد الاعراض. في الصراحه هاد النظريات اللي دوينا عليهم حتى لدابا بما فيها الهستيريا الجماعيه هما نظريات اللي حديثه نوعا ما. الا جينا نشوفوا كيفاش شرحوا الناس ديال ديك الوقيته الواقعه ديال ستراسبورغ غادي نلقاو مثلا 8 سنين مورا الحادثه زار واحد الطبيب السويسري سميتو باراسيرسس المدينه، وبالرغم من انه كان من الناس الاولين اللي عرف ان هاد الهوس ديال الرقص ما كانش لعناش فيتس ولكن غير خلل في النفسيه ديال المصابين، الا انه عورها ملي قال ان الخروج ديال تروفي واللي هي اول مره بدات كتشطح هو طريقه للتعبير على عصيانها لتعليمات واوامر راجلها. كيقول ان هاد المره طلع لها راجلها في راسها وخرجات بردات غضيضه في الشطيح ودسرات العيالات الاخرين باش يديروا في حالها.
دابا بالرغم من ان الضحايا ديال رقصات الموت كانوا رجاله عيالات وحتى دراري صغار، الا ان الاتهام ديال المراه بالهستيريا ماشي شي حاجه جديده جابها الطبيب السويسري، حيت من عهد اليونانيين هو كاين هذا الاعتقاد ديال انه المراه كتجيها الهستيريا، اعراض بحال مثلا السخفه، الطيحان، الغوات بسبب خلل في الرحم ديالها. داكشي اللي كيسميوه هما واحد اسم اللي غريب شويه، هو الرحم المتجول. دوك الناس كان كيسحاب لهم ان الرحم ديال المراه كيبدل بلاصتو في الجسم، والاعراض الهستيريه كتبان على حساب العضو اللي كيقرب ليه الرحم. داكشي علاش كانت المراه اللي ما كتبغيش تتزوج ولا ما كتقدرش تولد كتشخص على انها مصابه بالهستيريا. ان فاكت اصل كلمه هستيريا بحد ذاتها هو كلمه هستيرا اللي كتعني الرحم باللغه اليونانيه، وهكا منين جات هذه الصوره النمطيه اللي كاينه ما بين المراه والهستيريا الجماعيه. الا انه حنا عارفين دابا ان هذه الصوره النمطيه هي خاطئه، بالخصوص الا دوينا على واحد النوع ديال الهستيريا اللي كيصيب غير الرجاله. هذا المرض النفسي او المتلازمه كيتسمى كورو، فين الشخص كيعتقد ان العضو التناسلي الذكري ديالو غادي وكيصغر حتى كيغبر وكيموت في الاخير، بالرغم من انه ما كاين حتى شي مشكل عضوي او تغير في الشكل بالمره. اشهر واخر حوادث ديال تفشي كورو اللي وقعت في الشينوا كانت في الثمانينات، تقريبا 3000 شخص من مختلف المدن بدات كتبان عليهم الاعراض ديال هذا النوع من الهستيريا الجماعيه. الخطير في هذه المتلازمه هو ان الناس كتخاف انها تموت من اللي غبر لها داكشي، دونك كتولي دير العجب شي حوايج اللي ما نقدرش نقولهم لك دابا باش ما تعيفش، ولكن هذا الخوف من الموت بالضبط كيخليهم يديروا شي فعايل اللي كتولي بصح معرضه حياتهم نيت للموت. اللي خاصك تعرف ان كورو كتعتبر متلازمه اللي مرتبطه بالثقافه، واخا كتوقع في العالم كامل الا ان الاعراض كتختلف على حسب المعتقدات. بحال مثلا في الشينوا الناس اللي كتجيهم هاد كورو كيكونوا مآمنين ان الروح ديال واحد الثعلب هي اللي سكنات الذات ديالهم وهي اللي كتمص منهم القوه الذكريه ديالهم حتى كيموتوا في الاخير. ولكن في افريقيا فيتوقعوا حالات ديال كورو في دول بحال نيجيريا، الكاميرون، غانا، السنغال، ولكن الاعراض كيختلفوا على الاعراض ديال الدول الاسيويه. في الثقافه ديالهم ما كيامنوش هما بشي حاجه سميتها ثعلب اولا باللي غادي يموتوا من مورا ما يغبر داكشي، ولكن بالنسبه لهم هاد المتلازمه جاتهم بسبب السحر والشعوذه. من مورا هاد الهضره كامله تقدر تبان لك هاد الحوادث كوميديه نوعا ما، غير كان دير في بالك انه اللي تعجب يتبلى، حيت بحال هاد الحوادث راه كتبين لنا ان الهستيريا الجماعيه ماشي غير محصوره على العيالات وصافي، ولكن تقدر توصل لاي شخص مهما كان العمر، الجنس، الثقافه والمعتقدات ديالو، حتى من الاعراض كتختلف على حسب الثقافات. داكشي علاش ما بقاش كتسمى بالهستيريا الجماعيه يعني ماس هستيريا، ولكن ولات كتسمى بماس سايكوجينيك إلنس، مرض جماعي نفسي المنشأ. دابا تقدر تقول لي وقف عند حدك اصاحبي، انا كاع ما يوقع لي هادشي كامل، انا راه انسان مثقف وذكي، دائما تنقرا الكتب ديال التنميه البشريه، وملي كنسالي كنتفرج الفيديوهات ديال جرعه من المعرفه وكندير جيم وكنبارطاجي باش كلشي يستافد. انا راه ما عندهم منين يدوز لي هاد الهستيريا الجماعيه، واخا انا ما عارفش كيفاش قدرتي تجمع ما بين تفرج الفيديوهات ديالي والكتب ديال التنميه البشريه، الا انه خاصك دير في بالك انه على مر التاريخ فيما كيتجمع الستريس مع مجموعه ديال الناس قليله الحيله ولا بد يكون ثالثهم هو هاد الظاهره النفسيه. هادشي ما عنده حتى علاقه لا بمعدل الذكاء ولا بالاداء الدراسي. بنادم تحت الستريس راه داير بحال شي كوكوط، تقدر تبان لك في البديه راها عاديه بحال كل نهار جالس كطيب لك في الغداء، ولكن مع كثره الزيار ولا عطيتيها العافيه بزاف بلا ما تحيد لها الصفاره راه تقدر تطرطق لك بالخف في وجهك. اييه نقدر نتفق معك دابا في ان هذا الوقت اللي ولنا فيه دابا تبدلات شحال من حاجه في العقليه ديال الناس، بنادم ولا اكثر عقلانيه، ما بقاش كيثق بزاف في الخوارق والدجال، الا ان جات في بلاصتهم عوامل اخرى اللي كتخلي بنادم ستريس اكثر، بحال الحروب، الامراض المعديه، الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي اللي كتخلي بنادم من السهل عليه انه يتاثر بنظريات المؤامره والاخبار اللي كتكون في الغالب سلبيه او لا زائفه. وخير دليل على هذا الشيء هما التصرفات ديال بعض الناس قدام الجائحه ديال الكوفيد هذا العام. دابا الا كنتي مريقل تقدر تسولني واحد السؤال في محله، كيفاش بالرغم من اننا في البدايه حيدنا ديك الصوره النمطيه ديال ان المراه ماشي بوحدها اللي كطيح في هذه الظاهره ديال الهستيريا الجماعيه، الا اننا حتى دابا حنا كندويو غير على الحوادث اللي فيهم الاغلبيه بنات. كيف ما قلت في البدايه من شحال هذه وهي المراه قليله الحيله في المجتمع، كتعيش وهي تحت التحكم ديال والديها وعائلتها، اللي ربما كتكون هي الوحيده اللي كتقرا واللي هي اللي خاصها تخدم عليهم وتعيلهم وتقابلهم، او هي باغي تكمل قرايتها ووالديها باغيين يتزوجوها. وهذا الشيء راه ماشي سهل على اي شخص، بالخصوص الا زدنا عليه الظروف ديال ديك الفتره اللي كيعيش فيها. دابا من البدايه وحنا كندويو على الغوات، البكاء، الدم وداك الشيء الخايب والمقزز، الا انه ماشي دائما كتبان الهستيريا الجماعيه بحاجه خايبه. مثلا في سنه 1962 في مدينه تانغانيكا اللي هي تنزانيا ديال دابا 3 ديال البنات بداو كيضحكوا غير هكاك بلا سبب. حتى لهنا نقدروا نقولوا ان كل شيء عادي، ضروري يكون شدك الفورير في القسم ولا غير مره واحده في حياتك. غير كان اللي ماشي عادي في الحاله ديال هاد البنات هو ان هاد النوبات ديال الضحك دعات في المدرسه الداخليه كامله.
95 بنت من اصل 159 جاتهم هاد النوبات. غير وكان فحال داكشي اللي وقع مع وباء الرقص في مدينه ستراسبورغ، نوبات الضحك ما حبسوش مع سد المدرسه، ولكن انتشروا في القرى والمدارس المجاوره. الوالدين والجيران ديال هاد البنات بداو حتى هما كتبان عليهم الاعراض اللي ما وقفوش غير عند الضحك، ولكن طوروا المشاكل في التنفس، البكاء، الغوات، السخفه، كاين كاع اللي بدا كيخرج ليه الحبوب في اللحم. هاد الاعراض كامله استمروا ما بين 6 شهور حتى العام ونص، ولكن لحسن الحظ وسط 1000 شخص اللي تعادى بهاد الهستيريا حتى حد ما مات. الا تبعتي معايا من البدايه تقدر تقلع السبب ديال هاد الواقعه. الا رجعتي بالتاريخ شويه اللور كتلقى انه في بدايه السينات كانت طاغانيك يلاه خدات الاستقلال ديالها من الدوله البريطانيه. الوالدين والاساتذه ديال هاد البنات كانت عندهم تطلعات وامال كبيره باش يضمنوا المستقبل ديالهم. بالنسبه لهم القرايه هي الوسيله الوحيده باش يطلعوا في السلم ديال المجتمع. هاد الشيء اللي حط واحد الحمل ثقيل على البنات باش يقراو مزيان، باش يهزوا ريوسهم والديهم فوق خط الفقر. حمل اولا ضغط اللي خلق واحد التوتر كبير عند هاد البنات اللي ترجم في الاخير الموجات هستيريه ديال الضحك كوسيله باش يخفوا على ريوسهم. في الاخير هاد الوقائع كامله كتبين لنا شحال بنادم ضعيف قدام المؤثرات الخارجيه، بحال مثلا مواقع التواصل الاجتماعي اللي تقدر تخليك مستريسي وخايف من اي حاجه. الا كنتي غادي تعقل على حاجه واحده من هاد الحلقه كامله هي انك ما تحملش راسك فوق الطاقه ديالك. ربما تبان لك هاد النصيحه بديهيه بحال النصائح ديال كوتشات التنميه البشريه، ولكن انا كنعرف بزاف ديال الناس اللي ما كيردوش البال لصحتهم النفسيه. عادات بسيطه اللي كدير كل نهار واللي على مدى طويل كتاثر على صحتك سواء النفسيه ولا حتى الجسديه، بحال السهر في الليل، كثره تصفح مواقع التواصل الاجتماعي والقراءه ديال الاخبار السلبيه، الخدمه بزاف، وحتى لي نوي بلونش كدير مع عود القرايه. المهم هادشي كامل رد البال راسك، راه مازال محتاجينك باش تسنط هاد الحلقه والحلقات اللي جايين ودير جيم وتبارطاجيهم.